احنا اليوم وين؟ في احد الملاعب الصغيرة قاعد نكتشف موهبة شبابية جديدة. شنو؟ في عالم كرة القدم. اليوم معاي موهبة شبابية، فطرة طلعت فيه يقول ما أحب الكرة، اللي يحب كرة القدم ليونيل ميسي. نزلت شفت مباراة حقه ادخلت بمخي، صرت لاعب كرة قدم. شلون بدأت معاك هواية كرة القدم؟ انا لاعب جري. حلو. بس سبحان الله رحت مره طالعت مباراه برشلونه وريال مدريد، شفت لاعب ليونيل ميسي عجبني، يعني هو اللي حببني الصراحه بكره القدم. قال لي شغله ضيقت خلقي، قاعد اسولف معاه بخصوص الاحتراف في احد الانديه الكويتيه. ليش ما تروح احد الانديه الكويتيه وياخذونك ويتبنون موهبتك؟ قال لي للاسف الاحتراف اليوم بالكويت على حراس المرمى الكويتيين فقط، اذا انا مو كويتي ما يصير ياخذون احتراف كحارس مرمى. عدل؟ صح كلامك، هذا اثر فيني وايد، بس الحمد لله انا مستمر ومو يعني ما راح ايأس ابدا، وراح امشي على حلمي مثل ما تقول، يعني مستمر باذن الله. ان شاء الله فاك توفيق. سمعت منك ايضا قلت لي في اداريين كلموك بعض النوادي بالكويت. اداريين نادي خيطان وصليبيخات، وفي ناس الحمد لله قاعد يتواصلون معي الحين من السعوديه من الامارات اكثر من دوله. الموهبه الشبابيه محمد قنبر، نبي رايك فيه كلاعب. والله شوف بصراحة قنبر من الصراحة كان يعني بعد الاعتزال شوي قمت أمارس اللعب طريق اللعب السكة يعني. نعم. قنبر الصراحة يعني صادفته كذا لعبة ويلعب مرات معنا من الحراس المجتهدين، يعني تعب على نفسه من الصغر، وأتمنى له الصراحة التوفيق وإنه يستمر أكثر وأكثر. اليوم نقدر نقول بغنبر خليفة حراس مثل طرابلسي، سمير سعيد، نواف الخالدي. بإذن الله بإذن الله. الولد نفس ما قلت لك من النوع المجتهد، يملك الموهبة ولكن موهبة واحدة مو كافي. قاعد يجتهد على نفسه، قاعد يتمرن، يلعب مباريات كثيرة، ولكن يبينا إن شاء الله نتمنى نشوفه إنه يلعب على المستوى الأندية بإذن الله. خير قبل عليه. يلا خليك والله غشيم. اللي بعمرك هذا يحب يلعب هجوم وسط، ليش حارس؟ طبعا شوف، اغلب الناس ما يحبون مركز حراسه المرمى، السبب ان اي غلطه معروفه جول، المهاجم يغلط، الوسط يغلط عادي وراك دفاع، بس الحارس اذا غلط وراه جول. فاول شيء هذه مسؤوليه، وانا الصراحه احب المسؤوليه، تكون عليه مسؤوليه كامله. والحارس قتالي ومثل ما تقول مجنون الحارس.